السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اليوم رح اقدم لكم طريقة عمل المعكرونة بصدر الدجاج والخضرة، طريقة سهلة كتير وطيبة كتير. نشوف مع بعض المقادير. عندي هون فلفل الاربع الوان، فيكم تستعملوا كمان اي خضرة موجودة عندكم مثل الكوسة مثلا. فيها هون تقريبا نص كيلو معكرونة انا سلقتها قبل هلا هي جاهزة. واحد صدر دجاج، واحد ملعقة صغيرة فلفل اسود، وملعقة ونص صغيرة ملح. نشوف مع بعض طريقة التحضير. انا رح بلش مع صدر الدجاج، حطيتها بشوية زيت، رح رش عليها شوية ملح نص الكمية تقريبا، والفلفل الاسود. رح حركهم وغطيهم استناهم لبين ما يستووا عندي. هيك استوت عندي اللحمة وتحمرت شوي. حضيف لها الفلفل كمان، استنى لبين ما يستوي عندي شوي. احط المعكرونة. استوت عندي الخضرة كمان، رح اضيف لها المعكرونة، وهاي اخر خطوة. الفلفل الاسود والملح، فيكم كمان تكتروا ملح اذا بدكم، ملح حسب الرغبة. رح اعرفهم كثير منيح. هلا رح خليهم يطبخوا عندي شي 10 دقايق وتكون عندي جاهزة. هيك صارت عندي جاهزة. وهيك خلصت طبختنا اليوم. بتمنى انه تعجبكم هالطريقة، ولا تنسوا تدعمونا بلايك واشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وان شاء الله الف صحة وعافية.